السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من داخل أروقة حزب التحالف الوطني المصري. نوافيكم بأهم الأخبار. بيان على ضوء متابعة رئيس حزب التحالف الوطني المصري السيد محمد خالد القاضي للمشهد السياسي والتحديات التي نواجهها، سواء فيما يتعلق بمقتضيات الحفاظ على الأمن القومي المصري أو التحديات الاقتصادية وما يرتبط بها من قضايا تمس الأسرة المصرية من ظروف معيشية وارتفاع للأسعار والخدمات والدواء وغيرها. فقد نوه رئيس الحزب كذلك إلى بعض النقاط الهامة، منها ما يلي: ألغاز الصندوق السيادي وما يحدث بداخله والتأثيرات والتدخلات الخارجية غير المفهومة وغير المبررة في مجال عمله ونشاطه. ماذا يحدث داخل الصندوق؟ لماذا لا يخرج رئيس الحكومة لشرح الموقف إعمالا لمبدأ الشفافية والمصارحة؟ ألم يحن الوقت لإصدار قانون العمل ليرى النور ويتحقق التوازن ما بين العمال وحقوقهم وأيضا أصحاب العمل؟ ألا يجب أن يصدر قانون منصف للجميع؟ وقد بدت بوادر أزمات واعتصامات تلوح في الأفق في بعض الشركات دون مراعاة حرية التنظيمات النقابية واستقلالها. في ظل توجهاتنا نحو تشجيع الصناعات الناشئة الصغيرة والمتوسطة، على الحكومة أن تساند المتعثرين بشكل أكبر وتمكينهم من استعادة نشاطهم والتخفيف عن كاهل المصانع التي تتحدى الظروف وتعمل بكل طاقتها، خاصة فيما يتعلق بارتفاع أسعار شرائح الكهرباء والغاز والخدمات التي تقدم إليهم. تعديلات قانون الإجراءات الجنائية. الإرادة السياسية متوفرة وجادة، لكن تبقى العبرة بالتطبيق والممارسة وعدم الالتفاف أو التحايل على القانون بأي شكل، الأمر الذي يتطلب أيضا إعادة النظر في بعض مواد قانون مكافحة الإرهاب نظرا لتشابكه وتداخله في فكرة وحدة القواعد الإجرائية للمحاكمات وعدم التقيد بمد الحبس الاحتياطي احتراما للحريات الشخصية التي نص عليها الدستور. لابد أن يكون لدى صانع القرار السياسي والاقتصادي في مصر بدائل مطروحة وخطة عاجلة للعمل على توسيع النشاط الاستثماري بمنطقة قناة السويس لتكون مركزا اقتصاديا به صناعات لوجستية أكبر ومراكز نقل وتجميع وحاويات وغيرها لتعويض الفقد الدولاري الغير متوقع الناتج عن الصراعات الإقليمية الحالية والتوترات الجيوسياسية وهجمات الحوثيين في البحر الأحمر. اتجاه الحكومة نحو إعداد مشروع قانون بشأن إنشاء لجنة تعزيز النزاهة أو الشفافية والتميز بالشركات خطوة مهمة في سبيل مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، ويظل الحفاظ على حيادية واستقلالية الأجهزة الرقابية طبقا للمادة 216 من الدستور، وهو ضمانه الحقيقي لمكافحة الفساد وتحقيق الشفافية وطريقة اختيار رؤساء الأجهزة الرقابية وطريقة عزلهم دون الانتقاص من صلاحيتهم. أخيرا للمصريين والزملاء في أحزاب المعارضة، الدولة المصرية ومؤسساتها لن تقبل المساس بمحور فيلادلفيا ولا السيطرة على معبر رفح دون الجانب الفلسطيني. لدينا قيادة وأجهزة مدركين جيدا لاعتبارات الأمن القومي، وعلينا الدعم والمساندة للحفاظ على طلباتنا المشروعة دون مغامرات غير محسوبة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسوف نوافيكم بكل ما هو جديد. دمتم سالمين.